اسمع الفيديو ده وتعالى ارجع لي عشان في كلام كتير هيتقال. صدقني بعد ما هتبطل كوره والله ما حد هيعرفك. والله بعد ما هتبطل كوره ولا ينفع اصلا. اولا اسلوبك في الاعلام ما ينفعش، غير مؤهل. يعني ان انت تقعد تحلل كده صعب جدا. مالكش، مفيش اعلامي، مفيش مدير كوره، مفيش مجلس اداره، انسى مدير فني، انسى اعلامي، انسى. طب ايه هتشتغل ايه بقى؟ محمود عبد الرازق هتشتغل ايه؟ تقدر تقول لنا انت فين دلوقتي يا ابراهيم يا سعيد؟ انت فين؟ معروف طبعا انت مكانك على البرش قاعد نايم محبوس يا عيني، ولا حد سأل فيك. كل اللي كنت بتطبل لهم وكنت اللي بتعمل لهم رامينك ولا سألين فيك. شيكابالا بقى عايز اقول لك اول يوم اعتزل فيه جاله ان هو يحلل من اكبر القنوات في الوطن العربي، ام بي سي، مع ألمع النجوم. وانت فين؟ السجن. هي اقدار، وزي ما انت قلت عليه بصراحه ربنا فتح له حته تانية، عشان انت بس كنت بتقول عليه كلام وكل مره تتكلم عن شيكابالا وهو عمره ما رد عليك، عمره ما رد عليك. ولكن الرد جه من هنا، الرد جه من هنا، من فوق، اللي محدش يقدر يراجع ولا يتكلم. يا ريت يكون درس ليك يا ابراهيم سعيد عشان تعرف